السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين لاباس نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو درتو خصيصا لاصحاب البكالوريا لانه الامتحان الوطني ان شاء الله غدا. كنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله الامتحان غادي يدوز كامل مزيان وكاع المواد غادي تدوزوهم مزيان وما تخافوا من والو. غادي يكون امتحان عادي كاي الامتحانات. هكا حاولوا انكم تقولوا مع راسكم واعتبروه كذلك فعلا. اذا نبداو الفيديو غادي نتعرفوا فيه ان شاء الله على اهم نصائح اللي خصكم تردوا ليها البال قبل ما تدخلوا الامتحان الوطني ولا قبل ما تدخلوا الحصه او لاصال اللي نتوما غادي دوزوا فيها الامتحان. اذا بالنسبه للحاجه الاولى اللي غادي نبداو بها هي الاعداد المسبق. خاصك تاكد اولا ان جميع المواد والادوات اللازمه قبل ما تدخل الامتحان عندك. مثلا اول حاجه حنا غادي ندويو عليها هي انك خاصك تاكد ان البطاقه الوطنيه لا كارت ناسيونال ديالك والكونفوكاسيون الاستدعاء ديال الامتحان الوطني خاصهم يكونوا عندك باش تفادى انك تنساهم. تقدر تقول مع راسك مثلا انا عندي الامتحان الوطني كيفاش غادي ننسى الكونفوكاسيون ولا كارت ناسيونال. بالنسبه لهذا الشيء كيوقع يعني بسبب الستريس اللي كيكون فيك في الاول قبل ما تدخل الامتحان الوطني. فتقدر تقول راك هزيتيهم معاك في الصاك ديالك ولا في المحفظه ديالك وانت راه ما واخدهمش كاع معاك. اذا اول حاجه خصكم تاكدوا منها تحطهم مثلا اليوم في الليل قبل ما تمشي غدا ولا في الصباح انك تفكرهم. حاول انك تفكرهم وتقبطهم في يدك، يعني ما تقولش راهم كاينين ديجا في الشكاره. هذا الشيء انا كنأكد عليه حيت قبل ما ندوز على الامتحان الوطني كانت حاله ولا زوج ديال الناس اللي نساو الكونفوكاسيون ولا كارت ناسيونال ديالهم وعند بالهم راهم يعني جايبينها بقاو كيقلبوا في الكارطاب ديالهم وما لقاوهاش. هذه اول حاجه. من بعد ثاني حاجه خصها تكون معك انك تكون واخد معك الستيلوات ديالك وبلانكو واي حاجه. تقدر تجيك هذه شي حاجه اللي هي عاديه وضروري انك تاخذها معك، ولكن غالبا في الامتحان الوطني وانت داخل الامتحان ما كيسمحوش لك تاخذ بلانكو مثلا من عند هذا ولا قلم رصاص من عند شي واحد اخر. هذا الشيء علاش خاصك تاخذ معك كاع الادوات اللازمه. ثاني حاجه الوقت قبل الامتحان الوطني. مثلا الماده اللي غادي دوز الاولى عندك مع 8:30، فحاول ما امكاني لك انت كتسكن بعيد على الدار حاول مثلا 7:15 حتى 7:30 تقدر تخرج من الدار. اصلا يعني في الورقه ديال يعني الاستدعاء الكونفوكاسيون اللي كتكون عندكم كيقول لك المرجو ان زعما تحضروا القاعه ديال الامتحان قبل بنصف ساعه تفاديا لاي حاجه تقدر توقع لك. مثلا الا كنتي كتركب في المواصلات تقدر ما تلقاش فاش تركب ولا مهم حنا ما كنعرفوش شنو يقدر يوقع قبل الامتحان الوطني. وواخا تجي يعني متاخر بدقيقه واحده فما غاديش يسمحوا لك انك تدخل. وهذا الشيء عن تجربه كانوا معنا حالات اللي يعني ما كيتعتبروش حتى تعطلوا ولكن ما خلاوهمش يدخلوا حيت تقريبا دقيقه باش فرقوا الوراق وما دخلوش. هذا الشيء علاش كنقول لكم ان الوقت مهم بزاف. حاولوا تحضروا الامتحان او القاعه قبل بنص ساعه او قبل بشحال ما قديتوا. ثالث حاجه غادي نهضر عليها هي الوجبه ديال الفطور. اول حاجه خصك تعرف انك الا ما تناولتيش الوجبه ديال الفطور يعني خصها تكون وجبه خفيفه قبل ما تدخل الامتحان الوطني. فما غاديش تقدر تخدم يعني الجسم ديالك ما كيكونش فيه حتى ماده اللي غادي تحرك الجسم ديالك انه يفكر ولا يعني يقدم اجوبه. ما غاديش تقدر يعني حتى هي عن تجربه. فحاول انك واخا ما غاديش تبغي تفطر وما غاديش تبغي تاكل ولا ما غاديش زعما تكون عندك الشهيه انك تاكل، ولكن حاول تاخذ واحد الوجبه خفيفه ديال الفطور اللي غادي تساعدك انك تدخل الماده الاولى بواحد يعني واحد النشاط وحتى عقلك غادي يكون خفيف. وايضا ما نساوش الاسترخاء قبل الامتحان الوطني. مثلا اليوم في الليل خصكم تحبسوا المراجعه حيت الا بقيتوا كتراجعوا اليوم والصباح قبل الامتحان هازين الوراق وكتراجعوا فهاد الشيء راه غادي يزيد العقل ديالكم غير غادي تزيدوا تكثروا عليه وما غيبقاش هاد حتى شي حاجه لا داكشي اللي حفظتو قبل ولا اللي راجعتو قبل ولا هادشي اللي كتحاولوا تراجعوه في الساعات الاخيره. هادشي غادي يؤدي بالعقل ديالكم غادي يتخربق ما غاديش يعرف يقاد ولا يرتب المعلومات اللي هو واخد. داكشي علاش حاولوا انكم قبل ما تدخلوا الامتحان الوطني ما تراجعوا حتى شي حاجه. الا بغيتو تقدر يعني دير واحد طله خفيفه على القواعد ولا غير تقراهم وصافي. يعني ما تحاولش انك تفورسي على راسك باش تعقل على داكشي بزز وانت حافظ هذاك الدرس حتى لاخر لحظه.
والحاجة الأهم اللي هي التفكير الإيجابي. حاول أنك تجهز العقل ديالك بالتفاؤل والثقة في القدرات ديالك، أنك ديجا خدمتي وطنيات، ديجا راجعتي، ديجا درتي المجهود ديالك. حاول تجاوز الشكوك والتوتر وداك التصور ديال الأفكار السلبية اللي كيكونوا عندك، أنك تقدر يجيك امتحان صعيب ولا ما يكونش بحال الامتحانات الأخرى. لا، الدروس معروفين ونفس المنهجية كتكون شحال من عام وهي كتعاود، يعني غالبا ما غاديش يجي حتى لهذا العام انت فين غدوز وغادي يتبدل كاع المنهجية ديال الامتحان الوطني ولا غادي يتبدلوا الدروس. هذاك الشيء اللي راجعتيه واللي حفظتيه واللي اكتسبتيه حاول انك توظفه، وحاول انك تقلل من التوتر وما تخلعش. واحد الحاجه مهمه اللي كنت غادي ننساها، انه باش تحط لك الورقه ديال الامتحان منين غادي تشوف مثلا الاسئله يقدر يجيك هذوك الاسئله ساهلين بزاف، وغادي تفرح انك لقيتي واحد الاسئله وواحد الدروس اللي هما انت حافظهم وضابطهم، وغادي تبدا ديريكت انك تكتب، وبالتالي غادي تنسى الاسم ديالك والرقم ديالك اللي هو اهم من الجواب بصراحه. يعني الا كانت الورقه ديالك ما فيهاش الرقم والاسم، فهاد الشيء كيؤدي انهم غادي يرميو الورقه وما غاديش يحسبوها، وحتى شي واحد ما غادي يبغي اكيد هاد الحاله توقع ليه. فاول حاجه منين تاخذ الورقه ديال الامتحان ديالك غادي تكتب الاسم والرقم الترتيبي ديالك، عاد غادي تبدا تجاوب على الاسئله. كنعاودها وكنقولها، وحتى ملي تسالي الامتحان حاول انك تفيريفيهم، تشوف الرقم واش صحيح، حيت بهذاك الرقم باش كيحطوا لك النقطه ديالك اللي جبتي. نقطة مهمة ما نساوهاش حتى هي غادي نهضر لكم عليها في هذا الفيديو، اللي هي توزيع الوقت بشكل مناسب. انك ملي تدخل الامتحان الوطني حط واحد الاستراتيجيه ديال الوقت ديالك. بيان سور ما غاديش تشد ورقه وستيلو غادي تحط الاستراتيجيه، ولكن غادي تكون داخل بها مسبقا. مثلا الامتحان ديال الوطني كنعرفوا انه فيه بزاف ديال التمارين، تمرين الاحتمالات، تمرين الدوال، تمرين المتتاليات الى اخره، والاعداد العقديه الى اخره. غالبا الاحتمالات، الاعداد العقديه، المتتاليات كيكونوا تمارين عليهم 3 حتى 4 ديال النقاط، وكيكونوا قصارين واحد شويه. بالنسبه للداله كتكون اطول تمرين واكثر تمرين عليه النقاط. فاذا انت حاول انك تبدا بهذوك التمارين اللي ساهلين وتخلي الداله، والا كنتي ضابط الداله فبدا بالداله هي الاولى. حاول تخصص لها واحد نص ساعه. شفتي راسك فتي هذيك نص ساعه في الامتحان الوطني وانت باقي غير في الداله، خليها وسير يعني التمارين اللي تقدر تربح منهم نقاط، ومن بعد عاد رجع للداله. حاول دير هذه الاستراتيجيه هذه وتفرق الوقت ما بين التمارين ديال الامتحان الوطني، باش ما تلقاش راسك دوزتي ساعتين وانت باقي يلاه في تمرين واحد، فاذا ساعه واحده اخرى ما غاديش تكفيك باش تكمل كاع التمارين. واخر نصيحه غادي نقول لكم، انكم الا دخلتوا لشي امتحان، مثلا الامتحان الاول وما دوزتوش مزيان، حاولوا انكم ملي ترجعوا في العشيه توجدوا الامتحان الثاني ونساو هذاك الشيء اللي درتوه في الامتحان الاول. ما تبقاوش تفكروا لا ما درتش هذه وما درتش هذه وكان عليا ندير هذه. هذاك الشيء غادي يزيدكم غير احباط، وما غاديش تقدروا دوزوا الامتحان الثاني ولا المواد اللي كيكونوا من وراه، يعني لا غد ليه ما غاديش تقدروا دوزوهم مزيان. كنصحكم انكم الا دوزتوا امتحان حاولوا تركزوا منين تكونوا في الامتحان وتفيريفيو الاجوبه ديالكم والاسم والرقم وكل شيء قبل ما تخرجوا، باش ما يبقاش عندكم هذاك الشكوك وهذاك التوتر اللي غادي يبقى عندكم الا دخلتوا الماده الثانيه. كانوا هذو هما اهم نصائح اللي نقدر ننصحكم بهم، وحاولوا انكم ديروا بهم قبل ما تدخلوا الامتحان الوطني، وان شاء الله كل شيء غادي يدوز مزيان وغادي تدوزوا المواد كيف ما دوزتوهم قبل. يعني غالبا غتكونوا نتوما دوزتوا امتحانات تجريبيه ولا امتحانات خدمتوهم راسكم في الدار، فان شاء الله حاولوا تاخذوا كانه امتحان عادي وتخدموا بداك الشيء اللي عارفين، ودائما تفاءلوا خيرا تجدوه. بسلام عليكم.